اهلا وسهلا خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا لا فيديو وفيديو جديد وروتين جديد مع دجاجاتي. هنايا راه عطيتهم الاكله الصباحيه ديالهم، تنديرها لهم فوق هذيك القزديره. واخا راه الارض تبان لكم هكا، راه الارض راه نقيه، ما فيهاش شي زعما ما فيهاش الزبل بزاف. العشيه ان شاء الله غادي نشطبها لهم. بالنسبه للماء راه درت لهم الخزامه، راه دافيه الماء، والنخاله راه خلطتها لهم مع الماء سخون. درت لهم هذا الصباح الخبز والنخاله. بالنسبه للاخوات اللي تيسولوني اش تنعطي للدجاج، راه كل نهار اش تنعطيهم، هي ضروري الصباح نخاله. مره تنخلطها لهم مع الخبز، تقريبا الخبز تنعطي لهم مره في السيمانه، الا كثرت جوج الخطرات ما تنفوتوش، ولكن غالبا تنعطيهم مره في السيمانه. مره تنخلطوا لهم مع الزرع، مره تنخلطوا لهم مع علف البياضه. بالنسبه للاخت اللي سولاتني قالت لي واش تعطي الدجاج العلف البياضه، تنعطيه لهم ولكن تقريبا جوج المرات في الاسبوع فقط، الصراحه ما تنعطيلهمش يوميا. قالت لي بالنسبه في العشيه اش نعطيهم، كي قلت لكم الصباح ضروري تنعطيهم النخاله. علاش ما تنعطيهمش انا في العشيه النخاله؟ كاين الناس اللي تعطيو العشيه النخاله على قبل البزق باش ما يبقاوش جالسين في البراكه ويبقاو تيبزقوا. دابا تنعطيهم النخاله هكا الصباح وتنخرجهم صافي، تيبقاو يسرحوا رجليهم، تيخويو كرشهم، ماشي بحال الليل بيبيتوا عليها. وفي العشيه تنعطيهم الكرابس. عندي الكرابس هكا نايض في البلاد بكثره، تنعطيهم الكرابس، تنعطيهم الربيع، تنقطعوا لهم، تنقطع لهم، تلقى الخبيزه تاهي تنقطعها لهم، تلقى المخينزه تنقطعها لهم، الفصه تنقطعها لهم. ولا ادراك ما الفصه احسن حاجه للدجاج، وكاع هاد المكونات اللي قلت لكم زوينين للدجاج. هادشي تنعطيهم في العشاء. القشوره الخضره تنجمع لهم بحال عطيتهم البصله والفصه، قطعت لهم البصله وزدتهم الفصه. بالنسبه واحد التعليق جاني البارح، قال لي راه الدجاج عندك مريض ردي ليه البال. اخوان والاخوات، الدجاج فاش تيكون مريض تبارك الله، دابا انا راه 4 سنين انا تنربي الدجاج، يعني عارفه الدجاج. انا فاش ندخل عندها انا ماشي تنجي نعطيهم الماكله وتنخرج، راه وليت تنقضي معاهم راه تقريبا نص النهار ديالي، راه تنجي نعطيهم الماكله وتلقى تنشوف فيهم اللي تتاكل اللي ما تتاكلش، اللي مبورشه اللي جالسه. تنبقى ديما حله عيني على الدجاج. والحمد لله الحمد لله، فين ما تلقى شي دجاجه يلاه بدا البرد تنهزها تنعزلها، ما تنخليهاش معاهم. الحاجه تخرج على القاطع هو تخلي الدجاج مرض. هذيك هي الحاجه الوحيده اللي بالنسبه ليا تخرج على القاطع، تتهرس القاطع. انا تبارك الله ما عنديش شي قاطع كبير في القياس، الحمد لله ولله الحمد، ولكن راه راده ليه البال. تتبان لي الدجاجه اون فوا تبان لي شي دجاجه ماشي هي ديك تنهزها. بالنسبه للدجاج، انا بالنسبه لي الدجاج تياكل تيشرب تيتمشى راه ما مريض ما حتى شي حاجه. الدجاجه اللي مبورشه وتتعطس ونيوفها سايلين وبحال ما تتنفس وشاده الركنه، بالنسبه لي انايا كاين الدجاجه اللي مريضه. وبالنسبه لجميع مربيين ديال الدجاج على ما اظن، تبارك الله الدجاج تياكل تيجري تيلعب، يعني ما كاينش اللي غادي يخليه مرض. الدجاجه اللي كانت البارح معلقه هنايا، اللي لقيتها معلقه هنايا، راه خرجاتي حليت الباب وهي تخرج خليتها. بالنسبه للصباح يوميا تنعطيهم الماء سخون، ما تنعطيهمش الماء بارد كاع. هانتوما راه تما الطاسه دايره فيها الماء سخون، راه هذاك بالخزامه. البارح عطيتهم الشيح، والبارح عطيتهم القرفه. المهم تنحاول ما نخلط لهمش العشب، كل نهار تندير لهم عشبه عوض ما نخلط كلشي. بالنسبه لي انايا وكفكره ديالتي انايا ما تنبغيش نخلط العشب. الحلبه تنديرها بوحدها باش كل حاجه يستافدوا منها. اللي تيخلط العشب راه مزيانين، انايا ما تنبغيش نخلط. بالنسبه للحامض، انا الدجاج عندي تياكل الحامض بلا ما نديرو ليهم في الماء. تنقطعوا لهم، تنشد واحد 4 الحامضات تنقطعهم طرونشيات وتنجي نحطهم لهم في وسط النهار. فاش ترجع تلقى هي القشره هانتوما بحال هكا. المهم الحامضه راه تياكلوها، شفتوا تيخليو هي القشره هي اللي تيخليو. المهم الحامضه راه تياكلوها ما تيخليوش فيها شي حاجه. اش اخر، البراكه راه نقيه. البراز ديالهم تا هو ترد ليه البال، البراز ديالهم ناشف ومجموع، ما فيه لا زيدان لا حتى شي حاجه، حيت تنعطيوهم الشيح تقريبا 2 الخطرات في السيمانه، 3 الخطرات.
كي قلت لكم الماء سخون ديما. دابا هذا غادي نرجع مع ما تنكثر ليهمش الماء باش يشربوه كله. غادي نرجع دابا مع 12 ولا الوحده غادي ندير لهم الماء عادي. كي قلت لكم البصله تنعطيها لهم بوحده، الثومه تنطحنها تنديرها لهم مع النخاله، البصله تنعطيها لهم بوحده، لا ضروري نخلطها مع الماء حيت داكشي انا تياكلوا عندي الدجاج. كاين الدجاج سبحان الله العظيم ما تياكلش الحامض بحال هذوك الايزا براون. الا قطعت لهم الحامض تما كبقى ما تيوصلوه ما تيقربوه. هادو لا سبحان الله العظيم. هادشي اللي كان بالنسبه التساؤل ديال الدجاج بانه عندي مريض. هانتوما راه تيبان لكم الدجاج اللي شاف شي حاجه انا ما شفتهاش ينصحني هكا في التعاليق يقول لي اشنو. وقولوا لي بالنسبه لدجاجاتكم واش كاين شي بيض، بدا شي انتاج تاع البيض، بداو الدجاجات تيرشموا، بداو الدجاجات تيبينوا البديره ديال البيض ولا باقي. وبالنسبه تيبان لكم الدجاج راه من الفوق راه عادي حاجه طبيعيه فاش تكون البرد مع الصباح تيكون هكا. ولكن اذا تخرج الشمس مع جويه 10 ل 11 راه تيرجع الدجاج عادي. راه حيت تيجيه البرد، راه حنا براسنا الا جانا البرد تنتخشوا ونتجمعوا، حتى هما هكاك وكذلك. بالنسبه للدجاج اللي عندي هنايا في البراكه الاخرى، هادو اللي هما الامهات ديالهم راهي تيبدا هكا تتبدا الشميشه ضروري ما تنخرجهم حيت راه ما تيتفاهموا مع الايزا براون، تيبداو تيدابزوا راهي تيصبح الحال تيخصني نخرجهم. بالنسبه لهاد الدجاجه هي وفليلتها هادو راه تيباتوا على برا، حيت قالت لي الاخت عودي ما تخليهمش على برا هكا الصباح يصبح عليهم الحال. راه الا دخلوا تيدابزوا هاد الكحله ها هي. هاد الكحله هذا راه خليط ديال الاسترالوب. هاد الكحله واعره تتبدا تضربهم وخفتها تمشي تقتل ليا شي فلوس. بالنسبه للاخت اللي قالت لي ردي البال الفلالس، هاد الصغيورين راه الحمد لله نهار درت لهم الزيت هما راه تتشوفوهم. راه دابا اليوم 3 ايام باش درت لهم الزيت. كو زعما فيهم شي حاجه راه بتبان. النهار الاولاني انا فاش شفتهم عندهم صعوبه ديال التنفس راه سميتو داويتهم درت لهم الزيت العود والثومه. بالنسبه للزيت العود والثومه راه تنشد زيت العود تنقطع فيها الثومه ولا تنحكها وتندفيها. هي تندفيها تنديرها في واحد القرعه وتنديرها في البلاكار صافي تنخليها تخمر. وقت ما وقفت عليها طلقها تبقى لك طل عام راه ما يوقع لها حتى شي حاجه. قد ما طوال المده قد ما تكون منفعه للدجاج. بالنسبه للدجاج تنفرق لهم الماكله، عطيت شويه هنا شويه لها وشويه حطيتو ليها راه هو. المهم تنفرق لهم الماكله، ما تنحط لهمش ماكله مجموعين باش كل هكا كل واحد ياكل كي ياكل شويه. هما راه عطيتهم مال قبل ما نخرج هاد الدجاج وسميتو كلاو. دابا شوفوا كي تيتخشوا تحت امهم سبحان الله العظيم. الحمد لله راه الدجاج راه ترد ليه البال، زعما ما تحتاجوش توصوني هاد الناحيه. وإلا قدر الله شي حاجه راه المرض راه كاين كي عرفتو. راه زعما الا شي حاجه كتبت على القطع راه ما عند الانسان ما يدير. ما الداوي ما تخلي ما ديري. ولكن الا كانت شي حاجه مكتبه من عند الله راه ما باليد خلا وما باليد حيله. المهم انا راه تندير الماء ليا تنعطيهم المدافي، تنحاول نعطيهم ماكله اللي تكون بالنسبه لهم صحيه. الفلال كي قلت لكم ما تنعطيهمش السكريم، ما تنعطيهمش الديماراج مره في شحال. تنحاول نخليهم ينوضوا طبيعي. انا ما بغيتهمش يكبروا دغيا، يكبروا بشويه عليهم ويكبروا طبيعي من الاحسن. بالنسبه للفصه ها هي راه عندنا هنايا تنقطع من هنايا ديما تنقطع لهم من هاد الفصه. راه واحد القرعه تبارك الله حتى هي راه بدات تنوض تقريبا 2 القرعات ها وحده. هاد البلاصه اللي بغيت ندير فيها اللي بغيت نطلقها للدجاج بغيت ندير لهم هنايا مسرح مازال ما كتبش لهم. تنقول صافي هاد القرعه اللي غادي نحيد وصافي تتنوض سبحان الله العظيم قرعه اخرى ها الاخرى. وهنايا يلاه هاد الفصح حيدناها من هنايا. دابا تنوض الاخرى تتسقى وتتعاود تنوض الاخرى. والكرافس عندي هنايا هادو هما مناش نقطع ليهم هما هادو تبارك الله راه دغيا تينوضوا. هنايا الكرافس هنا اللفت هذا اللفت والاقامه تبارك الله. اللفت غادي وتينوض راه هو الاخر. خصنا نقرب لكم باش تشوفوه.
راه هو الاخر فينا هو، حتى هو في النهار ان شاء الله نحيدو اللفت غادي الوراق غادي نعطيوهم للدجاج. المهم حتى حاجه ما تضيع. ها هو اللفت الاخر هنايا، شتوه؟ هذا راه كله لفت. ها هو هادي راه لفته، هانتوما باقي ما كبراتش. هنايا كاينه بطاطا. المهم هادشي ضروري ما تنقطع عليهم منه تنعطيه للدجاج. هنايا راه المعدنوس، ها هو المعدنوس نايض واحد شويه هنايا صافي. وهادي البصله حريف حتى هي راه نط تبارك الله. ها انتم هاهي شتو؟ هي واحد شويه ونعود نقلع منها ان شاء الله باذن الله. ها هي صافي. وكاين القزبر ومعدنوس اللي حاجه اللي ضروريه. جيت بغيت نقطع واحد شويه ديال الشيبه. ها الجلبانه ما مكترينهاش بزاف. هنايا هاد الحوض كله، هذا كله فيه فيه ماشي الكرفس، القزبور ولا معط المعدنوس. مازال ما بانش. صافي نقطع ليا واحد شويه الشيبه. ها هي جيت ندير القياس اللي بغيت ندير. هنايا هاد الحوض تاع المعدنوس يخضر. ها هو القزبور ها هو راه بدا تيبان، غير يبان هكا تبارك الله هكا مزيان. وتا هو نجي نحيدو. الفوله بدا تيخرج في النواره. ها هي شتو؟ ها النواره تحت الفول، ها هي راه بدات تخرج. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نخليكم هنايا. لقيت باش تكونوا تتفرجوا في هذا الفيديو راه غادي نكون انايا، غادي نكون مشيت ديت هذيك الايزا براون، بغيت نذبحها هذيك الكبيره اللي تتبان ليا صافي تتبان لي كبيره فيهم هكا باش نعرف واش فيهم الشحمه واش غادي يبيضوا ولا لا. المهم ضروري خصني ندي وحده نذبحها. واحد الاخت قالت لي لا عافاك ما تذبحيهاش، ولكن اختي خصني ضروري نديها. واش نبقى تنوكلهم بلا فائده. انا صراحه باغا الدجاج على قيبه البيض. الا ما كانش غادي يعطيني البيض اللهم نذبحها نشوف بعدا اشنو. حتى الا ما كان فيهم والو، هذيك الساعه واحد شو غادي نحيدهم نذبحهم. وان شاء الله راه كاينه واحد المفاجاه، جاي واحد القطع جديد غادي نشاركه معكم. غادي نخليه مفاجاه تيجي ان شاء الله. عاد نقولوا لكم. غادي يكون هذا هو نهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. الى اللقاء، خليت لكم الراحه.